السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في قناة طبخ سهل وصحي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم الوصفة ديال غريبة مسفيوية، كتجي لذيذة بزاف وبمقادير بسيطة. تابعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجوا رابعة ديال المارغرين 250 غرام، مع 3 الكيسان ديال السكر سنيدة تقريبا زلافة مع مرش مزيان، وجوج ساشي ديال الفاني، قبصة ديال الملح. وغادي نخلطو مزيان هاد العناصر حتى تذوب لينا سنيدة مع الزبدة. عاد نضيفو باقي المكونات باش ما كتبقاش لينا الزبدة مجموعة وسط العجينة، فخصنا نخدموها مزيان مزيان في هذه المرحلة. من بعد كنضيفو زيت نباتية، عندنا 3 ديال الكيسان ديال الزيت نباتية بقياس كاس العنبة. غادي نضيفوها على الزبدة وغادي نخلطو مزيان حتى نحصلوا على بومات، حتى يتجانسوا لينا العناصر كاملين مزيان وتذوب لينا داك الزبده مع الزيت. هاد المقادير راه كيعطيونا كميه اللي هي كبيره تبارك الله، فاذا كنتو بغيتو كميه اقل تقدروا تقسموا المقادير على جوج او على 3. من بعد ما كتذوب لينا الزبده مع الزيت غادي نضيفوا البيض. كنحتاجوا 4 ديال البيضات كاملين، غادي نخلطوهم مزيان حتى يتجانسوا مع العناصر اللي درنا في الاول. من بعد غادي نضيف كاس ديال الزنجلان مهرمش، مع ساشي ديال خميرة الحلوى، 3 ساشيات ديال خميرة الحلويات. بالنسبة للزنجلان فتقدروا تعوضوه بالكاوكاو او اللوز على حساب اللي متوفر عندكم، وتقدروا تستغناو عليه، غير هو كيعطي واحد التقرمشه زوينه للحلوى. حمروه وهرمشوه غير شويه وضيفوه للعجينه ديالكم. ومن بعد كنضيفوا كميه من الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادي نعجنوا هادشي مزيان حتى نحصلوا على عجينه اللي تكون رطبه وما تكونش كتلصق. بالنسبه للدقيق فهي كتهز تقريبا كيلو وربع، يعني 1250 غرام تقريبا ديال الدقيق الابيض. وعلى حساب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم تقدر تهز لكم اكثر او لا اقل بشويه. هنا كنضيف الدقيق تدريجيا حتى نحصل على العجينه اللي بغيت. فهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نكمل العجن غير بيديا. كنحاولوا ما ندلكوهاش، نعجنوا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا حتى تجمع لينا العجينه مزيان ويولي القوام ديالها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كتكون عجينه رطبه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليد، كنشكلوها بكل سهوله. بالنسبه للتزيين فغادي نحتاجوا البيضه كامله مع معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وشويه ديال الخل باش يحيد لينا الزفوريه ديال البيض. غادي نخلطوهم مزيان باش غادي ندهنوا الغريبه ديالنا. من بعد غادي ناخذوا العجينه ونبداو نشكلوها على شكل كرات. بالنسبه للحجم فهو اختياري على حساب الذوق ديالكم. انا كتعجبني الغريبه تكون كبيره شويه، من كتشقق كتعطي شكل اللي هو كيكون زوين. فغادي نستمر حتى نعمر لاطه اللي غادي ندخل الفران كامله. وفي هذا الوقت كنديروا الفران ديالنا يسخن على نار اللي تكون مهيله. من بعد ما كنكمل غادي ندير فيهم كاوكاو كاملين بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا ديروا اللوز على حساب الاختيار ديالكم، فالتزيين ديالها ساهل وكيجي زوين. من بعد ما غادي نكملوها كامله غادي ندهنوها
بالبيض اللي خلطنا مع القهوة سريع الذوبان، وغادي ندخلوها الفران اللي غادي يكون مسخن من قبل على نار اللي تكون متوسطة. نشعلوا عليها العافية الفوق حتى تشقق لينا مزيان وتبدا تحمر، عاد نطلعوها الفوق باش طيب من تكمل الطياب ديالها من التحت. كيف ما شفتوا معايا فالطريقه ديالها ساهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، والتزيين ديالها ساهل، وكتعطي شكل اللي هو زوين ومذاق زوين واقتصاديه، وكتعطي كميه اللي هي وفيره. كنتمنى انكم تجربوها في المناسبات والاعياد ديالكم وبصحه والراحه، وشكرا بزاف على حسن المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. وما تنساوش تخليو لايك وكومنتير، وإلا كنتوا اول مره كتكتشفوا القناه مرحبا بكم، ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.